مرحبا، اليوم رح أعمل معكم بوريك رول، وصفة تركية وبتشهي تشهاية. هاي المكونات مثل ما انتم شايفينها قدامكم. في عندي أول مكون اللي هو رئيسي فيها، اللي هو رح أحتاجه خبز الشراك، أو في بلدان بيسموه خبز صاج. ما بعرف شو بتتسمى ببلدان تانية، صاج أو شراك أو رقاق ممكن. هو بالأصل بيعملوها بعجينة اليوفكا، فاللي متوفرة عنده عجينة اليوفكا بيقدر يستخدم عجينة اليوفكا. أنا استخدمت خبز الصاج أو خبز الشراك، وشلت الأطراف العجين اللي حواليه. أول شي هون في عندي 4 حبات بطاطا مسلوقة، هرستها كتير منيح وضفت لها نص ضمة من البقدونس، ملح وبابريكا خشنة وبيضة، وضفت موتزاريلا تشيز أو بتقدروا تستبدلوها بالتشيدر. ضفت كمان الزيت والحليب، وبحركهم كلياتهم مع بعض لأوصل لهذا القوام. فردت أول خبزة من خبز الشراك. ومثل ما حكيت لكم أنا شلت الأطراف اللي هن بيكونوا هيك شوي معجنين. بلش أفرد الحشوة اللي أنا عملتها، حشوة البطاطا، بفردها على كامل الخبزة بهي الطريقة، وبعدين بضيف الرغيف التاني فوقها، وبفرد كمان نفس الشي الحشوة لبين ما خلص من كل ال5 طبقات أو ال5 ترغفة. وبعدين بلفها بهي الطريقة رول، وبغطيها وبحطها بالتلاجة لحتى ترتاح تقريبا شي نص ساعة. هون بعد ما ارتاحت نص ساعة، عملت أنا خلطة من 3 معالق من الحليب السائل، 3 معالق من الحليب السائل، و3 معالق من الزيت، وبيضة. وهون بلشت أقطع الرولات تقريبا قد عقدة الإصبع بدنا نقطعهم. شوفوا لي هالمنظر ما أحلاه. وبكون مبطنة صينية بورق الزبدة. بحط الرولات عليها ومحمية الفرن على درجة حرارة 200 من قبل. وقبل ما أدخلهم على الفرن بدهنهم بالخلطة اللي عملتها، اللي هي زيت وحليب سائل وبيضة. بدهنهم كتير منيح فيها، وبعدين بدخلهم على الفرن من تحت، وبعدين بحمرهم من فوق. وهون لما طلعوا ريحتهم عن جد خرافية، كريسبي من برا ومن جوا هشة وطرية، ومنظرها عن جد خرافي. جربوها وصحتين وألف عافية. الوصفة بنهاية الفيديو.